يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ انا بلبس بقى، بصوا المعصم ده علشان بصور بيه يعني. بدل ما البس بقى حاجه بكم والكلام ده زي ما انتوا فاهمين كده، بلبس ايه؟ ده بيقضي الغرض كده، لان بطلع طبعا بايديا. هنعمل مع بعض العيش الشامي بطريقة سهلة جدا جدا. هتعمليه وانت مغمضة كده يا حبايب قلبي. يعني بصوا معيلة، لسه مبتدئة كده، هتعمله بكل سهولة. المقادير بتاعتنا بقى هننزل بيها كده كوباية من اللبن او كوباية ونص او كوبايتين، زي حسب ما انت هتحطي قد ايه. انا النهاردة هعمل كوباية ونص، هعمل قصدي نص كيلو من الدقيق. ومعايا هنا كوباية معلقة ونص كده من السكر، ومعلقة كبيرة حلوة كده من الخميرة الفورية معايا حبايب قلبي. وهنزل اقلبهم تقليبة كده. طبعا التليفون كان فصل وانا بقلب، وهنا نزلت بالعجينة. هعجن معاكم العجينة. النص كيلو خد مني كوباية، كوبايتين الا ربع من اللبن والمية. ماشي حبايب قلبي. فضلت اعجن كده، بس اهم حاجة انك تخدمي العجينة كويس جدا عشان تديكي نتيجة ممتازة، تديكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. العيش ده بقى احنا بنشتريه، انتوا عارفين، ما احناش برضو ضامنين نظافته ولا ضامنين هو عامل ازاي. انا هنا عجنت العجينة حلوة قوي، وقعدت بصوا خدمتها خدمة حلوة علشان اما اجي ابططها تتبطط معايا وتبقى سهلة جدا وتبقى حلوة. هنا ملمس العجينة، لا العجينة جامدة ولا العجينة طرية، العجينة معانا حلوة ومتماسكة وملمسها ناعم وحلوة قوي. هغطي عليها بقى لما تخمر شوية وارجع لكم تاني. هنا العجينة بتاعتنا اختمرت كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هنا هرش رشة كده على الصينية ديت، رشة من الدقيق صغيرة كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى معلش كان التليفون اتحرك شوية وجايب بس حتة مني كده، فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. هنا خلصت قرصت كل العجينة، عملت معايا اكتر من 20 رغيف يا جماعة، النص كيلو. لو انت عايزة تكبريه عن كده كبريه، لو انت عايزة تصغري شوية كمان صغري شوية. بس انا عملت بصراحة نص كيلو وكوباية مج من بتاع الشاي ده. ماشي يا حبايبي، عشان نبقى متفقين مع بعض ونبقى صادقين كده. ماشي يا حبايبي اهو. بس اهم حاجة انك تبططي بس بطريقة حلوة كده، وما تضغطيش عليها جامد، والسمك بتاعها يكون لا تخين ولا رقيق، يعني تكون وسط كده متوسطة كده، عشان يبقى الرغيف معاكي طري، ويكون فيه ايه اللبابة اللي هي ايه طرية جوه دي. ماشي يا حبايبي، والله انا من غير نشاش